من حضاره نصف مليون عام مصريه الى ام الدنيا. ايوه. اثنين، ام الدنيا مصر وام الدنيا هذه السيده الفاضله الام الرؤوم في القطار المصري العظيم. دايما بتنورنا وبنقول سيدة القطار هي نفسها بتقول يا دكتور انا ست بسيطة وعملت اللي عملته ده بدافع ان الامومة وبدافع ان فعلا هو شايل كفن وشايل روحه على ايديه. ازاي احنا نبص ل 20 ولا 25 جنيه هي مستقلية بالرقم ومستكترة او مستكبرة اللي اتعمل فيه. نقول دي عادات المصريين وده سلوكهم بالفعل يا دكتور. هي بجد فرحتنا وزرعت جوه قلوبنا حاله جميله من الفرحه والتفاؤل. طب ليه فرحتك يا دكتور؟ ليه فرحتك رغم ان دي العادات المصريه؟ دي والدتك فرحتني لان انا من النوع اللي بحب تملي الاحداث تذكر الناس بالشخصيه بتاعتنا. انا راجل بتاع تاريخ، فكل شويه اذكركم ان من كذا الف سنه حصل عندنا الملكه اياح حتت قادت مصر في واحدة من أحلك ظروف التاريخ المصري عندما احتل الحكاة خصوص اللي هم احنا بنسميهم الهكسوس شمال البلاد، والزوج قتل في الحروب. فأنا تملي في محاضراتي بقول يا حتة هي مش الملكة بقى بس اندفعت بأولادها فعلا. بالظبط، دي الأرملة اللي أنا بشوفها اليومين دول عندما يستشهد زوجها أو ابنها، هي دي نفس الأرملة اللي أنا بشوفها دلوقتي من آلاف السنين. فنفس الحكاية فكرة جدعانة الست المصرية اللي كل شوية احنا محتاجين نفكر الناس بيها، وجدعانة. وعلى فكرة في نفس الوقت أنا في حاجة كمان لفتت نظري، الأداء بتاع هذا الجندي العظيم المجند من أداء أخلاقي ومن لبسه ومن هندامه. هو احترم نفسه واحترم البدلة اللي هو لابسها بالفعل. البدلة ازاي مكوية، ازاي واخد باله من المظهر بتاع ملتزم يا دكتور بالكمامة، ملتزم بالكمامة في قلب القطار. ملتزم. شوفي هي دي العسكرية المصرية، الالتزام والضبط النفسي. يعني هو فعلا ضبط نفسه رغم سواق القطار يستفزه. يعني شوفي هو بالظبط، وفي استفزاز بيحصل. كم واحد فينا كان هيقدر يمسك اعصابه في اللحظة ديت في الظروف دي؟ وهنقول طبعا لنفسنا ان احنا تحت ظروف وتحت ضغوط وهنلاقي 500 سبب، لكن هو لا. وفي نفس الوقت وقفته بقى وهو بيتكرم من الجيش المصري ومن قادة الجيش المصري، حاجة شاب واقف عامل زي المسلة. انا بقى كراجل بتاع تاريخ عامل زي المسلة. معانا في داخل الاستوديو الهواء الدكتورة أميرة شوقي، دكتورة في الصحة النفسية وتنمية بشرية، وكلامها متفق معاك يا دكتور. بالفعل دي السيدة المصرية الأصيلة اللي احنا تعودنا عليها ومن زمن الزمن يعني. صحيح. حياتي للدكتورة أميرة، وأنا جايب لكم النهارده مفاجأة حلوة على فكرة. هنشوف مفاجآت معاك يا دكتور. والمثل الشعبي بيقول توت توت يقول للحر يموت. 11 سبتمبر أول امبارح يعني ابتدى أول أيام شهور السنة الفرعونية. شوف يا فندم، التقويم المصري القديم بمنتهى البساطة والثواني. أول ما بدأ المصري القديم يدرس الفلك كان من آلاف السنين قبل توحيد القطرية. يعني قبل ما المصري القديم يعمل هيروغليفي، وقبل ما يعمل لغة أو كتابة أو رموز، وقبل ما يبني أهرامات ويشيد مسلات ويكتب على الجدران ويعمل مقابر ويعمل تحنيط، درس علم الفلك. علم الفلك لما بدأ يلاحظ كده تحركات الأجرام السماوية، فلقى الشمس والقمر والنجوم، وكمان المفاجأة اللي أنا جايبها لكم النهارده درس الكواكب أيضا، وعرف منهم على الأقل 5 كواكب في الدولة الوسطى اللي كانت حوالي 4000 سنة إلا، ومنهم على فكرة كوكب المريخ أطلق عليه حورس الأحمر، وده معناه هو فاكر الكوكب ده كويس، لأن الآن هذا الكوكب يطلق عليه الكوكب الأحمر هو المريخ. فبدأ يحط لنفسه تقويم محدد. هذا التقويم ما بين أخطاء وما بين محاولات. هو التاريخ كده عندنا حاجة اسمها في الإنجليزية ترايل اند ايرور، اللي هو التجربة والخطأ، لحد لما بيوصل للأرقام القريبة. وعمل أول يوم في السنة
دي مهمه يا مصريين اللي بتسمعونا، ودي مهمه يا دكتوره اميره بالمناسبه. طبعا بعد اذن سيادتك، اول يوم في السنه المصريه القديمه تساوي من نتيجتنا بتاعه اليوليانيه دي بتاعت يوليوس قيصر واو الى اخره 19 يوليو بالله 19 جولاي. المصري القديم لم يسمي شهور السنه، ولم يسمي ايام الاسبوع او ايام الشهر، ولكن التسميات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي زي توت وبرمهات وعطور وكل هذه ده تقويم وتسميات مصريه زراعيه عملها وابتكرها هذا الفلاح المصري العظيم. علشان كده اتحطت هذه الخولات المأثوره اللي هو زي توت ريوة فود اللي هو بيقول لك كده بابا ضد النهابه، كل هذه الاشياء الجميله. يعني هي البدايه من يوليوس قيصر يا دكتور. يوليوس قيصر ده اليولياني اللي انت شغاله بيه دلوقتي. فانت عندك دلوقتي 3 نتائج في مصر. يعني انت انتهى ديك الامر، انت عندك 3 نتائج. ال 1700 دي اسمه التقويم القبطي المسيحي المصري. ليه؟ لان سنه 284 ميلاديا كان عام الشهداء في التقويم القبطي المسيحي المصري، لان الرومان قتلوا الكثير واضطهدوا الكثير من الاقباط المسيحيين المصريين. فالقباط المسيحيين قرروا ان السنه دي لذكراها هيبتدوا بيها الكالندر او النتيجه بتاعتها. اعملي 284 من 2020 اللي احنا فيها هتلاقي ال 1700 يومين اللي هي السنه القبطيه، والسنه اليوليانيه اللي هي الجوليان كالندر او التقويم اليولياني، والتقويم اللي هو بيطلق عليه بقى ميلادي بعد كده هو 2020. ثم عندك التقويم الهجري اللي احنا كلنا عارفينه هو 1400 في الهجري في الاسلام. فنرجع مرجوعنا للمصري القديم، هو قسم السنه ل3 مواسم مش 4 زي دلوقتي. ايوه بالظبط كده. موسم الاخر ده موسم مهم قوي ودي انا بتكلم دلوقتي. اخر يعني الفيضان. وموسم اسمه بارت، وموسم اسمه الشمال الفيضان، وبعدين بقى نطر البذور بقى والزرع يبدا يطلع الجميل بقى، وبعد كده وقت الحصاد. بارت اللي هو الدنيا بتبقى فيه ساقعه، في ناس كده يحلوا لها كده ايه في الطرافه يقول لك الدنيا اتبرد. يعني يقول لك بيتكلموا من الوريف دول لغايه دلوقتي ولا اسمه يعني بتتكلمي على التاريخ والامومه. انا عندي محاضره اسمها الامومه في مصر القديمه، تستعجبي ازاي حضرتك لما بتصحي الصبح في البيت النهارده تتعاملي مع جوزك ومع اولادك زي ما كنت بتتعاملي من 3-4 سنه بالظبط مع 3 سنين. يعني كده بمعنى كده يا دكتور ان كل التقويم مرتبط بالزراعه. بالظبط، الله ينور على حضرتك. اختصارا للقصه كلها، التقويمات كانت مهمه قوي في مصر القديمه ودراستها علشان يعرفوا الفيضان ايه. اهم نقطه في الدنيا عندهم كانت امتى الفيضان جاي. لان انت لو خدتي بذورك وحطيتيها واستنيتيها لغايه لما تطلع، لو جه الفيضان واخدها يبقى ما استفدتيش حاجه. لو ما عرفتيش الفيضان جاي امتى وشلتي الزرع بتاعك وشلتي الخزين بتاعك وخدتي الحيوانات بتاعتك في حته عاليه، الفيضان هيخش يموت الحيوانات بتاعتك والدواب وهكذا. يعني دكتور دلوقتي في 3 مواسم مش 4، يعني معنى كده كانت السنه ايضا 365 بدأوا ب 360 والشهر وبعدين زودوا 5 ايام اسمهم النسيبه 365 والربع ده اتزود بعدين. عشان كده هو كان كل 3-4 سنين ده يروح مزود الاربع ارباع. نهتم قوي بفكره الراجل المصري ده والست المصريه اللي قاعدين دول على ضفاف نهر النيل وفي حتت ثانيه في الواحات وفي الصحراء، عينيهم ما بتغفلش عن تحركات الاجرام السماويه. طول الوقت عمال يدرس نجمه الشعره اليمانيه دي مذكوره في القران في سوره النجم. دي المصري القديم اسمها اسفلت، سماها اسفلت، درسها وذاكرها وعمل برضه علاقه بينها وبين وصول الفيضان. في الاخر خالص اكتشفنا ان في بعض الظواهر الفلكيه اللي ليها علاقه بالمعابد، ولحد دلوقتي احنا كناس قارئين للتاريخ بلاش علماء يعني بنتناقش مع بعضنا هي ليه. يعني لسه مصر القديم برضه فيها علامات الشمس، زي مثلا تعامد الشمس. زي ايه يا دكتور؟ زي تعامد الشمس على ابو سمبل.
حضرتك كل سنه مرتين مرتين في فبراير واكتوبر مش كده؟ 22 فبراير 22 اكتوبر الشمس بتخش والعالم كله بيبقى مهتم بالظاهره، بتقعد حوالي 20 دقيقه وبتنور عدد من التماثيل جوه قدس الاقداس، والقصه اللي حضراتكم كلكم عارفينها. عندما نص بالظبط نفاذ اشعه الشمس داخل المعبد دي بقى. ليه؟ ليه النحات العظيم ده بتاع مصر القديمه ده عن ناحيه المعبد بحيث الاشعه تخش تمشي 60 متر لغايه ما توصل لقدس الراس وتنور تماثيل بعينها. وجهه طبعا كان في بقى حته بقى كده يعني تاتش كده برضه معرفش عالمي جه منين، قال لك ده اليوم بتاع عيد ميلاده واليوم بتاع تبوؤه العرش. ايوه صح. ده بقى اللي انا اطلقت عليه بقى حديثا علم الهبدولوجي، في كده اللي هي ايه؟ فكره واحد بيروح حاطط معلومه وليس لها اي دليل من الصحه. يعني عايز كل اللي بيسمعوني دلوقتي يعني هو ملهاش دليل من الصحه يا دكتور؟ ملهاش دعوه لا بعيد ميلاده ولا ليها دعوه برمسيس بعيد ميلاد رمسيس الثاني ولا تبوؤه العرش، ولا يوجد مره ثانيه بقول لكم اخوكم بسام الشماعه بعد حوالي 40 سنه قراها في التاريخ والاثار. لا يوجد نص مصري قديم بيقول او بيشير على ان اليومين دول بتوع عيد ميلاده وبتوع ليه بقى يا دكتور؟ وتبوؤه العرش. فلحد دلوقتي الاقرب انها لها علاقه بالحركات الزراعيه وبالمواسم الزراعيه. ده على مسؤوليتك يا دكتور. هي فعلا معلومات جديده. على مسؤوليتك يا دكتور. على مسؤوليتي بالظبط كده. واخيرا محني معاكم وده خبر للمصريين كلهم. ودكتوره اميره انا عايز حضرتك كمستشاره نفسيه وكدكتوره نفسيه ودكتوره بتدرس علم النفس وشخصيه الانسان. بص حضرتك في الدقيقه اللي جايه ديت انا هقول لسيادتكم ايه وحاول تفسروه كده. احنا كلنا بنقف قدام ابو الهول لما بنزور منطقه الهرم صح؟ تمام. صح. لما بتقفي في وش ابو الهول وراكي بيبقى فيه عدد من الاهرامات الكبيره والصغيره. ده حقيقي. خوفه بيبقى على يمينك فوق، قاع افرع ورا ابو الهول، منكا وراء على الشمال شويه. في عالم شغال في منطقه الجيزه الامريكيه اسمه ارثر بيعشق حاجه اسمها علم المصريات، الراجل ده قاعد تقريبا فوق ال 40 سنه بيذاكر في الحته دي. لقى ايه؟ لقى ان اشعه الشمس بتمشي من عند جانب جنوبي لهرم خفرع وتعدي على كتف مره ثانيه على كتف ابو الهول وتعدي كمان تخش على معبد ابو الهول اللي قدام ابو الهول. كلنا بنقف نبص على ابو الهول بس ما بناخدش بالنا في نسبه مننا ما بتاخدش بالنا ان في معبد قدام. طبعا ده ما بيتدخلش، ده ممنوع الدخول فيه. فلقى ان اشعه الشمس دي بتخش وتروح مستقره في تجويف عامله المصري القديم زي الغرفه كده. ودي تقريبا في منتصف الجدار. ايه الاوضه دي؟ وليه الشمس بتستقر في هذا المكان؟ عدوا عدد الاعمده اللي في المعبد لقوا 24 عمود. هل دول ال 24 ساعه بتوع اليوم؟ وهل الاشعه دي بتنزل وتستقر علشان في طقس شمسي ديني كان بيحصل في الحته دي؟ فانا اقترحت على المصريين والان عبركم بقترح على وزاره الاثار والسياحه ان هذه الظاهره هتحصل يوم يا اما 21 يا 21 شهر ده يا دكتور؟ ايوه سبتمبر ان شاء الله. يعني في الحدود دي في حدود اليومين الثلاثه دول. خلاص؟ الظاهره دي يا فندم في علم الفلك اسمها الايكوينوكس. ايكوي يعني متساوي، ايكو نوكس النايتس الليالي المتساويه، ودي لما بيبقى اليوم بيبقى اولموست تقريبا عدد ساعات النهار يساوي عدد ساعات الليل تقريبا 12 و12. ده اسمه الاعتدال. خلاص دي ظاهره فلكيه مشهوره عند الفلكيين اسمها ظاهره الاعتدال. في الاعتدال الخريفي وفي الاعتدال الربيعي. هو لقى ان الاشعه بتعمل الحركه دي في الاعتدالين. يعني في مارس هتحصل ان شاء الله وسبتمبر كمان كام يوم هتحصل. طب ما انا اعمل مؤتمر سياحي عالمي واسوق لهذه الظاهره زي ما بسوق لظاهره تعامد الشمس ونبات اشعه الشمس واسوق نسوق الموضوع ده يعني نسوق لهذا الموضوع سياحيا ونجيب الناس تتفرج على هذه الظاهره وندرسها فلكيا ونعمل مؤتمرات بيها. واحد ندرس النظريه، اثنين
يجيب علماء العالم باهاليهم وعائلاتهم يقعدوا ويتفرجوا ويعملوا المؤتمر، وكمان يعملوا سياحه وتنتعش الاقتصاد. والضغط على المؤتمر ده ستوت، مؤتمر ستوت. ستوت بالهيروغليفي يعني اشعه. واخيرا على صفه الصرافه، حضرتك لما كنت بتقولي شهر توت اللي هي الشهور القبطيه الزراعيه الفلاحيه العظيمه، هفكرك بكياك. لا احنا بقى كده احنا محتاجين كده حلقات كده بقى فترة تانية يا دكتور. عامة يا رب يكون الدكتور شادي علم سمعنا او حد من الاثار والسياحة، لان فعلا هيبقى مؤتمر مهم جدا. ودايما الفراعنة بيبهرونا باسرارهم اللي لسه لغايه دلوقتي ما اكتشفتش كلها يا دكتور. تمام يا فندم، وبشكركم شكرا جزيلا. شكرا جميع المصريين لا سمع من المصادر المعتبره. بشكركم على التوجيه. شكرا ليك يا دكتور. احنا الفراعنه